ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم. تعرفون يا جماعة باكر شو؟ ها؟ باكر يوم عظيم، يوم جميل. باكر 21 مارس هو يوم الأم، أو مثل ما يسميه البعض عيد الأم. عرفتوا ليش مهم؟ يفترض أن الواحد منا يظهر مشاعره وحبه لوالديه وخصوصا الأم في هذا اليوم، يوم محبة للأم، يوم بس ما أدري هل يكفي يوم واحد بس نظهر فيه محبتنا لأمنا؟ هل يوم واحد في السنة باقي الأيام؟ أم أن هذا اليوم من باب وهل يجوز يعني أن نحتفل في هذا اليوم أو أن نضع يوم معين في السنة لإظهار محبتنا لأمنا أو أمهاتنا؟ بعض منا يقول هذا ما له علاقة في أن يجوز أو ما يجوز، وأن إظهار المحبة للوالدين أمر فطري وطبيعي يا أخي. بالعكس، على فكرة أنا ما أعترض على هذا الأمر، بالعكس أحث على حب الوالدين واحترامهم وتوقيرهم، ولكن اعتراضي كله على أن هذا تخصيص إحنا في تحديدنا ليوم معين في السنة نحتفل فيه بإظهار مشاعرنا لوالداتنا. فهذا هني مبتدأ عن أمنا عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أبي داود والترمذي: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. واختصارا لتعريف البدعة: البدعة هي كل أمر محدث في الدين يراد به التعبد والتقرب إلى الله تعالى، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولا دليل له لا من الكتاب ولا من السنة، فإن ذلك هو المحدث. تلك هي الأول: أن يكون العمل محدث، أي أحدثه الإنسان، لم يكن موجودا من قبل فأحدثه، فهذا الشرط الأول. الثاني: أن يكون العمل أو أن ينسب العمل إلى الدين، أن ينسب العمل إلى الدين. الشرط الثالث: أن لا يكون له أصل في الشرع، أن لا يكون له أصل في الشرع، لا في الكتاب ولا في السنة. وفرت هذه الشروط أطلقنا على العمل هذا بدعة. الأمر بسيط جدا، قيس أي أمر كان على هذا الأمر، قيس أي أمر كان على أي عمل يراد به التعبد والتقرب إلى الله، فإن توفرت هذه الشروط بدعة ليست بالأمر السهل ولا يستهان بها، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كثيرة وأخطرها البدع المكفرة كخلق القرآن، بدعة خلق القرآن وتكفير الصحابة، مفسقة، وهي غالب البدع التي نراها الآن ولا أصل لها في الدين ولا الشرع. الغالي، موضوع يوم الأم أو عيد الأم ليس بالموضوع السهل اللي يعتقده أغلبنا أن الأمر لا يجزي. كما يقول سفيان الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب. رجعنا إلى يوم الأم، فهو جاء من الغرب ولا أساس له في ديننا الحنيف. فهل الغرب يعلمنا كيف نحب أمهاتنا؟ فلا نتبع ما يطرحه الغرب علينا ونفعله بدون أن نعي عن ذلك يتوافق مع ديننا أم لا. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبرا وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ للإطالة يا عزيزي، وسأختم بها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مالك بن أنس في الموطأ وصححه الألباني: أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله.